وينضم إلينا من دمشق رئيس الدائرة السياسية في منظمة المغتربين العرب محمد ضرار جمه، ومن القاهرة معنا الإعلامي والمعارض السوري حمزة اليوسف. مرحبا بضيفينا. لو أبدأ من دمشق مع السيد محمد، إذا العرب اتفقوا على ما يبدو على تمديد بعثة المراقبين شهرا إضافيا في سوريا وزيادة العدد وإعادة النظر بطبيعة عمل هذه البعثة. هل يمكن اعتبار هذا القرار فرصة أخيرة أمام النظام قبيل التدويل؟ لا، موضوع الفرص وهذا الكلام يعني أعتقد أنه لا يخدم في السياسة شيئا. لا، ليست القضية مهلة أخيرة أو غيره، إنما تضمنه التقرير هو عبارة عن قضايا شاهدتها لجنة المراقبين في سوريا، وهي أن هنالك قتل وإرهاب، وهنالك مجموعات مسلحة، وهنالك من اعترض طريقهم، وهنالك من يحاول كتم الإعلام وتجيش إعلامي وغيره. وهذا من الناحية الأولى مبدئيا شكل من أشكال الموضوعية الذي تم من هذه اللجنة في البروتوكول. أما هنالك نقاط أوصى بها أمين عام جامعة الدول العربية، وهي أنه يجب أن يكون هنالك تنسيق في بعض القضايا مع الأمين العام للأمم المتحدة لكي يكلفوه المجلس في جامعة الدول العربية لكي يتم التنسيق مع أمين عام جامعة الدول العربية. هذا لغم أعتقد، وهذا أعتقد أنه غير مفهوم حتى الآن. نطلب توضيحات من أمين جامعة الدول العربية عن ماهية الذي طرحه من هذا الكلام لكي نعي ما هي القضية بالضبط، وما الذي ما هي الحيثيات التي فرضت عليه أن يقول مثل هذا الكلام. لو انتقلنا إلى القاهرة مع السيد حمزة اليوسف المعارض السوري. سيد اليوسف، التقرير تحدث عن وجود جماعات مسلحة تعمل على الأرض. ألا تسجل هذه النقطة بنظرك لصالح النظام وتؤكد على عدم سلمية ثورتكم؟ سيد العزيز، هناك نقطة باختصار شديد. إذا كانت الجامعة العربية سوف ترسل بعثة مراقبين أخرى وتمدد مهلة بعثة المراقبين في سوريا، لماذا لم ترسل هؤلاء المراقبين مدربين من البداية؟ أم هي فرصة لإعطاء النظام السوري أكبر وقت ممكن من أجل قتل الثوار في الداخل؟ لا يوجد هناك ما يسمى بالعصابات المسلحة. هناك عصابات أسدية تقتل المواطنين في سوريا. والتقرير لشرفاء بعض شرفاء بعثة الجامعة العربية وممن سحبوا من الجامعة العربية في سوريا أظهر أن هناك قنص وقتل ومظاهر للجيش في المدن السورية، ولا يوجد أي نوع من العصابات المسلحة. كيف النظام السوري أن يتكلم عن عصابات مسلحة؟ نحن الآن ندخل في الشهر 11 من الثورة السورية وما زال النظام في سوريا يتحدث عن عصابات مسلحة. أين هي العصابات المسلحة؟ ليس النظام وحده تحدث عن هذه العصابات المسلحة، التقرير تحدث عن وجود هذه الجماعات المسلحة. سيد العزيز، الجامعة بعثة المراقبين العرب في سوريا أثبتت فشلها، وإثبات الفشل دل على عدم توقف سفك الدماء في سوريا أولا، على عدم سحب المظاهر العسكرية من المدن والشوارع. فسيبررون بوجود مظاهر مسلحة من أجل تمديد بعثة المراقبين، ونحن نؤكد أنه لا يوجد هناك مظاهر مسلحة ولا عصابة مسلحة في سوريا. إذن أعود مرة أخرى إلى السيد محمد من دمشق. وزير الخارجية السعودي أيضا التقى ببرهان غليون وأعلن سحب المراقبين السعوديين من سوريا. هل بذلك نستطيع القول أن دول الخليج حسمت أمرها ويمكن أن تتوجه إلى خطوات عملية أكثر لنزع الشرعية عن النظام بنظرك؟ لا أعتقد أن مثل هذه الخطوات هي بكفة أن تكون هي التي تريد أن تسحب، أو أن هذا الموضوع يسحب الشرعية من سوريا. لا أحد باستطاعته في هذا العالم أن يسحب الشرعية من سوريا لطالما هنالك أكثرية من الشعب السوري تؤيد الحكم وتؤيد الرئيس بشار الأسد. والحديث عن أن هنالك لا يوجد عصابات ولا يوجد، أعتقد أن التقرير جاء في واضحا تماما، وهو أشار إلى أن استهداف الإعلاميين كالإعلامي الفرنسي الذي قتل في حمص وهو مرافق للبعثة، واعترفت الجهات في التحقيق واعترفت فرنسا والدول الأخرى بأن ما يسمى الجيش الحر أي عصابات. لا يوجد جيش حر، لأنه الجيش الحر لا يوجد إلا الجيش العربي السوري في سوريا فهم اعترفوا في هذا الأمر. فإذا القضية هي قضية إحباط. وزير الخارجية السعودي محبط
من حقيقة ما جرى في سوريا وما يجري عندما ظهر تقرير الجامعة بأنه جليا هذا الموضوع غير منطقي، لا يمكن معالجة اللا منطق بالمنطق. يعني إذا كانت هنالك عصابات مسلحة يجب على الدولة أن تحمي الشعب وتحمي أنفسها وتكون الأمور واضحة. الشعب ملأ هذه السيمفونية من بعض هؤلاء الذين يتحدثون. الدولة الآن قادرة على حماية الشعب وحماية مواطنيها؟ سقوط هذا العدد من القتلى يوميا ألا يدل يا سيدي يفترض أن الدولة تقوم في واجبها، عليها القيام بواجبها، وعلى الجيش العربي السوري وقوات الأمن والاستخبارات والأمن الداخلي أن يقوم بواجبه لصد هذه العمليات الإرهابية. أنت تعلم أن الإرهاب موجود في كل دولة في العالم، وإذا ما كانت هنالك أكبر قوة ضاربة حتى في أمريكا، حتى في فرنسا، حتى في كل دول العالم، عندما يكون إرهاب وتطرف أنت تعلم أن المسألة تحتاج إلى قراءة ومعطيات جديدة، وأن الأمن قضية خطرة. والآن هنالك اعتداء على الأمن القومي في سوريا، يريدون تفتيت سوريا ويقولون لك العصابات الأسدية. لا يوجد عصابات. كفى هذا الكلام السخيف والغير منطقي والغير عاقل، كفى لعب على أدمغة الناس. تحولنا إليه في القاهرة. سيد اليوسف، الجامعة العربية لم تصغي أيضا لمطالبكم في تدويل الأزمة السورية وطالبت بمسار سياسي سلمي لهذا الحل. أليس من الأفضل لكم كمعارضة أن تسلكوا طريق الحوار إذا كنتم كما تقولون أقوياء على الأرض؟ سيد العزيز، نحن لا حوار مع قاتل. نظام الأسد في سوريا هو نظام قاتل. بيان المجلس الوطني السوري يدعم الجيش الحر. الجيش الحر هو من يمثلنا كقيادة عسكرية، ونحن نبارك الخطوة التي قام بها الجيش الحر بتحرير الزبداني، وسوف تتحرر بقية المدن السورية بدعم من الجيش الحر. الجيش الحر هو القيادة العسكرية التي تمثلنا على الأرض. وبيان المجلس الوطني يدعم النظام قاتل سيد اليوسف، لكن سقوط أكثر من 2000 جندي وعسكري يعني على ماذا يدل هذا؟ أليس أيضا هناك قوى أو جماعات مسلحة تعمل وتقتل أيضا أبناء الشعب السوري؟ سيدي، إذا افترضنا أن وجود 2000 عسكري وجندي قتلوا، ماذا تقول في أعداد الضحايا التي تجاوزت 15,000 قتيل في سوريا؟ أنا أريد أن أسأل ضيفك الموجود من دمشق ماذا يقول عن أعداد الضحايا التي تسقط يوميا وعن المجازر التي ترتكب في المحافظات السورية. ماذا يجيبني عن هذا؟ هل هذه عمل عصابات مسلحة أم هي عمل عصابات الجيش الأسد القاتل؟ إذا هناك يعني قتل من الطرفين، هناك جرائم من قبل الطرفين، من النظام وأيضا من المعارضة، أليس كذلك؟ القتلى من الطرفين سيدي. الجيش الذي يقتل هو يقتل بيد عصابات الأمن. إن الناس أو الجنود المشقين الذين يحاولون الانشقاق في ساحة المعركة يقتلون من قبل الأمن في أرض المعركة، فيحسبون لصالح النظام أن هؤلاء يقتلون من قبل العصابات. لا يوجد عصابات تقتل أبناء الشعب السوري. لرد ضيفنا من دمشق على هذا الاتهام، كيف ترد عليه سيد محمد جمو؟ أعتقد أن هذا الكلام كلاما غير منطقيا. كفانا إذا ما كان هنالك، طرحنا أكثر من مرة، يقولون لك أننا لا نريد الحوار، يريدون الاستمرار في القتل، يقولون لك أن الأمن هو الذي يقتل عناصر الجيش. هذا كلام لا يعقل، يعني كلام غير منطقي وكلام غير مجاب. هنالك أكثر من هذا الرقم الذي طرحته سيدي في الاستوديو في موسكو، هنالك أكثر من هذا الرقم، وهنالك يعني ناس قد فزع بها وأجساس مسلت فيها، ويعني هنالك قتل على الهوية وقتل يدنى له شعر جبين. أما عن تحرير موضوع الزبداني وغيره، هذه أراضي في سوريا لا يوجد تحرير واحتلال. هذا كلام يعني سيناريو مفترض وحلم لن يتحقق في هذا الأمر. على كل الأحوال المنطق الذي يقول، نحن نقول بالمطلق لا يمكن للدولة أن تقبل أو تستمر، ولا يمكن للشعب السوري أن يقبل أن ما يسمى مجموعات مسلحة مجرمة إرهابية متطرفة، سميها ما شئت، ولكن جيش سوري. لا أعتقد أن هنالك جيش سوري حر، لأن لو كان هنالك جيش سوري حر لا يقتل أبناء الوطن، لا يفعل بعمليات ويقوم بعمليات إجرامية تقتل ضباطنا وخيرة الأدمغة في سوريا. أعتقد أن هذا الكلام غير مفيد، والأزمة لا تحل في هذه الطريقة من هذا الكلام العنفي. عودوا إلى رشدكم، لأن هنالك مخطط لبيع ما يسمى المعارضة في الخارج كلها في سوق النخاسة. إذن سيد اليوسف هناك مخطط لبيع المعارضة، ما رأيك في هذا الكلام؟
هذا كلام النظام عن المعارضة، ونحن لا نسمي أنفسنا معارضة، بل نحن ناس ثوريين، نحن ثورة بالداخل. منذ قليل قلت لك أن الجيش الحر هو الذي سيحرر سوريا من الداخل. ما يقوله ضيفك من دمشق كلام طبعا منغم، وكلام كلام نظام، يعني كلام بوق نظام لا أكثر ولا أقل. يعني تأبى نفسي أن احترم نفسك، لا تقول كلام أنت. احترم نفسك، أنت تتحدث مع شخصية دولية. لا تقول بوق وغير بوق. لا أحد بوق إلا أنتم والأجانب والأمريكيين الذين يدفعون لكم الأموال. معيب أن تتكلم بهذه اللغة. اخجل على نفسك، اخجل على نفسك. أرجو التقيد بأداب الحوار. سيد محمد من الزمه بأن لا يقول بوقا وليخجل وليربع في نفسه مثل هذا الكلام السخيف المعيب. لقد لبست ثوب العار إلى أبد الآبدين يا سيدي. ولك أنتم رح تضلوا بالعار ل200 مليون سنة. أنتم من سقطتم في عين الشعب السوري، وأنتم من رهنتم نفسكم للأجنبي، وأنتم قاتلون، وأنتم إلى مزبلة التاريخ. لن تكون لكم قائمة. أنت مشترك بالجريمة بقتل الشهداء. سيد محمد، لو شرف لي أن أدافع عن دم الشعب السوري في سوريا. وجاوب على سؤالي فقط. شرف لنا. أرجوك تفضل يا أستاذ، تفضل. المعارضة السورية منقسمة على نفسها، ومع ذلك كل ما بات يسمى بالجيش الحر أثبت وجوده الآن على الأرض، وتحدى الجيش النظامي في الزبداني. أين السلطات والأمور قد بدأت تخرج عن مسارها؟ هذا كلام سيناريو مفترض يا أستاذ. الحقيقة الواضحة سأقول لك الذي جرى. هنالك قرار في سوريا بعدم إراقة الدماء. هؤلاء خفافيش الليل وبعض الجبناء الذين يريدون أن يقتلوا الشعب السوري على حين غرة يستغلون هدوء السلطة وقرار الجيش وقرار رئيس بشار الأسد في عدم إراقة الدماء. الذي حصل أن كان هنالك مناشدات من مدنيين في الزبداني وغيره، وقالوا مسؤولين ووجهاء الزبداني أننا نريد حلا ونريد أن لا نريق الدماء ونأخذ الصالح في الطالح. تجاوبت السلطة. هذا يعني أنهم كفاء؟ أبدا. ليس لهم سلطة ولا موطئ أمني بمربع أو شبر بسيط يا أخي. هذا كلام افتراضي. تعالوا أنتم لديكم بعثات في دمشق، تفضلوا، وكان لديكم تقرير من الزبداني. هذه حالة افتراضية يريدون تسويقها أن الدولة في حالة اهتراء. أبدا. الجيش ممسوك والحكومة متماسكة وكل شيء في سوريا جيد جدا إلا هذه العصابات الإرهابية. من دمشق رئيس الدائرة السياسية في منظمة المغتربين العرب محمد ضرار جمو، ومن القاهرة الإعلامي والمعارض السوري حمزة اليوسف. شكرا جزيلا لكم.